احنا هنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن يعني ايه او بي، واتكلمنا عن الاو بي برنسبل. شرحنا يعني ايه كلاس واوبجكت، يعني ايه inheritance، واتكلمنا عن الكونستراكتور والنيمد كونستراكتورز والجيتر والسيتر. بسم الله. البوليمورفيزم هي عبارة عن ان انا اقدر ان انا اتعامل مع خلينا نجيب السلايد دي. اقدر ان انا اتعامل مع سب كلاس اللي هو كلاس وارث من كلاس تاني على انه البيرنت كلاس. يعني ايه؟ لو جينا نبص هنا، يعني ايه حتة كات inherit animal دي، ان هو كات بتورث من animal؟ ده معناه ان هو كل الصفات وكل الدوال اللي موجودة في animal موجودة في كات، ما عدا طبعا البرايفت. تمام. بس يعني خلونا اجمالا كده او بشكل عام ان هو كل الصفات والدوال اللي موجودة في animal موجودة في كات. طيب، فده معناه ان انا لو عندي اوبجكت من كات واوبجكت من انيمال، المفروض ان انا هلاقي جواهم نفس الصفات والدوال. تمام. فهي البوليمورفيزم ده معناها ان انا ممكن اباصي الدالة مستنية مني اوبجكت من نوع انيمال، اباصلها كات عادي وهتشتغل عادي، لان هي لقت الاوبجكت اللي جالها في القيمة عبارة عن سب كلاس من اللي هي مستنياه، فبالتالي سب كلاس دي معناها ان هو وارث منه وواخد منه الصفات بتاعته. تمام. فمثال فلاتر فعليا فيه، احنا قلنا ان هو يعني انتوا بقى بعد ما اخدتوا الاسبوع ده المفروض تبقوا فاهمين هنا ان ده اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ماتيريال اب. واحد من البارامترز بتاعته اسمه سيم، بياخد اوبجكت من كلاس اسمه سيم داتا. واحد من الكلاس بتاعه واحد من الكلاسز بتاعه اسمه هوم. واحد من البارامترز بتاعته عفوا اسمه هوم، بياخد اديته قيمة من اللي هو كلاس اسمه ماي هوم بيج. الكلاس اللي اسمه ماي هوم بيج ده انا اللي عامله، او اللي هو معمول اوتوماتيك يعني، بس اللي هو موجود عندي في الكود. بيورث من كلاس تاني اسمه stateful widget. stateful widget ده هو هنا فعليا الهوم لو وقفنا عندها، الهوم مش بياخد ماي هوم بيج، الهوم بياخد ويدجت. بس ايه اللي حصل بقى؟ الفكرة ان هو ماي هوم بيج وارث من stateful widget، ولو جيت رحت على stateful widget هلاقيه وارث من widget. فكده انا طبقت البوليمورفيزم على مستويين، ان هو ان انا مش خدت السب كلاس بتاع سوبر كلاس، انا خدت السب كلاس بتاع سوبر كلاس يعني. فاللي هو ده البوليمورفيزم، ان انا مش لازم اباصي لبارامتر. البارامتر ده مستني اوبجكت، مش لازم اديله نفس نوع الاوبجكت ده بالظبط. لا، ممكن اديله اي اوبجكت وارث، يعني الكلاس بتاعه وارث من الكلاس اللي انا مستنيه، او من اي كلاس وارث منه. تمام. نفس الكلام هنا لو جينا هنلاقي scaffold. مثلا البيلد دي هي الدالة اللي بيتنادى عليها علشان الشاشة بتاعتي تتعرض. فهنلاقيها بتريتيرن، هي فانكشن عادية بتريتيرن ويدجت. تمام. ف فليه بقى انا مش عامل ريتيرن الويدجت؟ لان السكافولد لو رحت عليها الاقيها عامله اكستند الستيتفول ويدجت، والستيتفول ويدجت عامله اكستند الويدجت. فهي كل الويدجتس اللي عندي عامله اكستند يا اما ستيتلس ويدجت يا اما ستيتفول ويدجت. في انواع تانية بس مش يعني مش انواع تانية من الويدجتس، بس في حاجات بتبقى وارثة من حاجات تانية، بس الحاجات دي ما بتبقاش ويدجتس يعني فما علينا. فالمهم ان هو كل عنصر بكتبه جوه السكافولد دي او كده، هلاقي ان هو كل حاجة الاب بار ده مثلا، لا ده نوع تاني من الويدجت، بس هو في نفس الاحوال يعني ما اديتلوش. يعني هو هنا مثلا مستني preferred size widget، ما اديتلوش preferred size widget، فهنا polymorphism. title مستني widget، اديته text. البادي مستني widget، مديله center. فهمتوا البوليمورفيزم يعني؟ هي حاجة صعب ان انت تفهمها، بس الميزة في فلاتر ايه بقى؟ ان هو البوليمورفيزم حاجة
مش حاجة مهمة، لا دي حاجة معاك على طول. فاهمين قصدي؟ ففهمتوا يعني ايه بوليمورفيزم وايه اهميتها؟ يعني هي حرفيا فلاتر من غير البوليمورفيزم ولا حاجة يعني. مش ده المفروض ان هو تبع الانهيرتنس؟ يعني الانهيرتنس برضو ان هو انا هورث، يعني ممكن اورث من كلاس والكلاس ده يورث من كلاس تاني، وفي الاخر هكون مثلا الكلاس ده وارث الحاجات اللي هي موجودة في الكلاس الاول والكلاس التاني. فالفرق ما بين الانهيرتنس والبوليمورفيزم. لا هو يعني هو مش حاجتين اقارن ما بينهم. هو البوليمورفيزم مبدأ بيستغل وجود الانهيرتنس، ان هو الانهيرتنس عندي ان هو لما الكلاس بينهيرت كلاس تاني، فكل الصفات بتاعته بتروح للكلاس الاول، او اللي هو الكلاس اللي تحت اللي وارث من الكلاس اللي فوق. فبالتالي البوليمورفيزم بيتعامل مع الكلاس اللي تحت او الكلاس اللي وارث على انه بيحتوي كل الصفات بتاعت الكلاس اللي موروث منه. نفترض ان احنا يعني هشرحها لك بشكل عام قوي، يعني ان هو نفترض ان انا عندي كلاس اسمه A. تمام. ما هي الكلاسات بالحروف دي مش بتفهم قوي، بس هنرجع تاني للفلاتر يعني. وعندي كلاس اسمه B extends A. تمام. فانا عندي دالة مثلا هديها اي اسم print لا print ايه print print مثلا، او لا فانكشن عادية، فانكشن get class مثلا. يعني هو مش فارقة الفانكشن بتعمل ايه او اسمها ايه او كده. الفانكشن دي مستنية اوبجكت من نوع ايه. الاوبجكت ده اسمه OBG او اوبجكت مثلا. تمام. لما اجي استدعي الدالة دي، ممكن يعني ممكن اديها وانا عندي الاول متغيرين A1 بيساوي ايه، وعندي بس ال A1 عرفناه قبل كده، فهنغير الاسم دلوقتي. عندي متغير اسمه A عادي جدا. فالفانكشن دي ممكن اديها A وانا بستدعيها، وممكن اديها B. ليه بقى؟ استنى، لا B1 معلش لحظة. تمام. ليه بقى؟ لان هو B وارث من A، فبالتالي اقدر ان انا استخدمهم بالتبادل مع بعض، لان هو يعني بس مش بالتبادل مع بعض. لو حاجة متوقعة B مش هينفع ان انا اديها A، لان ال A مش وارث من B، فبالتالي مفهوش الصفات بتاعته. تمام. فالاقي ان هو هنا في البارامتر اللي اسمه body ده مثلا مستني اوبجكت من الكلاس اللي اسمه widget. فبس انا عندي كمية كلاسات تانية وارثة من الكلاس اللي اسمه ويدجت ده. فواحد منهم سنتر، اللي هو الويدجت اللي اسمها سنتر. فبالتالي اديته اوبجكت عادي من الكلاس اللي اسمه سنتر، مش لازم ان انا اديله ويدجت بس. فلما اديته اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سنتر، قبله عادي لان هو وارث من ويدجت، فبالتالي هيبقى فيه كل الصفات وكل الفانكشنز اللي موجودة في الويدجت. فهمتوا الفكرة؟ عندي كلاسين زي A و B، كلاس وارث من التاني. بس ان انا يبقى عندي اوبجكت من A واوبجكت من B، ده منفصل وده منفصل. تمام. لحد هنا تمام. يعني بغض النظر عن يعني ده كده السطر ده، ان انا لما اجي اشوف بقى البي 1 دي مثلا اللي هي من الكلاس اللي اسمه ايه، هلاقي فيها الصفات اللي موجوده في A واللي موجوده في B. تمام. فانا كده عندي اتنين اوبجكت منفصلين، ده وارث من ده اوبجكت من B وده اوبجكت من A، والاوبجكت اللي من B فيه الصفات اللي في ال A وال B. تمام لحد هنا. أيوة. البوليمورفيزم بقى بتقولك ايه؟ بتقولك ان هو الكلاس او الاوبجكت اللي من نوع بي ده اقدر استخدمه على انه اوبجكت من نوع ايه. بس هو مبدأ مبني على الانهيرتنس، بس هو يعني مش حتة ان انا بانهيرت من كلاس تاني فده معناه ان انا حققت البوليمورفيزم. البوليمورفيزم معناه ان انا خدت اوبجكت من السب كلاس، استخدمته في بارامتر او في اي قيمة على انه اوبجكت من السوبر كلاس. ما هي مش هتفرق دي، معناها ان هو ده كده انا بحقق البوليمورفيزم، ان انا بستخدم يعني السب كلاس او السوبر كلاس بالتبادل مع بعض عادي.
هقول لك، عارفه لو الانهيرتنس مش موجوده، كنت هحتاج اعمل ايه؟ كنت هحتاج هنا جوه السكافولد يبقى عندي متغير مثلا بياخد سنتر، متغير بياخد كونتينر. يعني انا مش عارف بقى هو هيديني انهي، وهم كلهم وارثين من الويدجت، بس انا مش عارف يعني هنا مفيش بوليمورفيزم، فانا احط متغيرات من كل الانواع علشان بقى اعرف يعني قدام اقيس انهي فيهم اللي مش نال فاعرضه. انما هنا انا اكني عملت بارامتر من نوع ويدجت وبقول له دخل اللي انت عايزه، المهم يبقى اللي انت هتدخله ده بيورث من ويدجت. فهمت الفكرة؟ هي دي أهمية البوليمورفيزم. ف يعني يعني هي أهميتها أكتر في الجزء بتاع الويدجت، الجزء بتاع الفلاتر أكتر من الجزء اللي احنا فيه حاليا، لأن حاليا مش ظاهر قوي ليها أهمية يعني. ايوه، ما انا انا قلت لك قبلها الحروف والحاجات دي مش بتوضح قوي، بس هي في الفلاتر كلها مبنيه على البوليمورفيزم. الفلاتر من غير بوليمورفيزم ولا حاجه. تمام، وصلتك؟ تمام، الحمد لله. وبرضه يعني هو بما ان فلاتر كلها مبنيه على البوليمورفيزم، فكل كود فلاتر هتكتبيه هتبقي بتتدربي اكتر على البوليمورفيزم، فان شاء الله يعني الدنيا توضح ازيد مع الوقت. تمام. آه، تمام كده لحد دلوقتي. حد عنده اي اسئله؟ دي نقطتين في بعض ديت معناها دي فانكشن ولا ديت البارامتر ده اسمه؟ انهي؟ لا، المفروض تايتل نقطتين في بعض تكست ويدجت والتايتل مثلا. هي التايتل ديت عبارة عن ايه اصلا؟ تايتل ده بارامتر جوه الكونستراكتور بتاع الاب بار، مستني قيمه من نوع ويدجت. فبالتالي نقطتين في بعض دي معناها ان بدي القيمة دي للتايتل صح؟ ده اللي هو النيمد بارامتر. امم لما اجي انادي تمام. يعني لما اجي ادي قيمه لنيمد بارامتر بناديه بالشكل ده، بكتب اسم البارامتر وبعدها القيمه اللي انا عايز اديها له. كأنها وده ماب كده. اه وهنا بقى يجي مصطلح كنت قلت لكم خلوه قدام، وهو الانونيمous اوبجكت. احنا كنا خدنا قبل كده anonymous function، ان هي function عايز استخدمها في مكان محدد ومش هحتاجها تاني قدام، فبحطها في شكل قوسين وقوسين تانيين بتوع الفانكشن، وهنا بكتب البارامترز بتوعي، وهنا بكتب الريتيرن الجمل بتاعتي وريتيرن في الاخر، او لو هي void ما بعملش ريتيرن لكل حاجه. ففي برضو مصطلح اسمه anonymous object، ان انا لو مش محتاج الاوبجكت ده غير في مكان واحد فممكن ان انا احط الكونستراكتور في المكان ده على طول. يعني هنا بدل ما اعمل مثلا text widget بيساوي text widget دوت title، واقوم جاي حاطط هنا text widget، يعني ده كده ينفع عادي جدا، بس هلاقي ان انا عندي كمية objects كبيرة وفي نفس الوقت مش يعني بستخدم كل واحد منهم في مكان واحد، فاقدر ان انا احط ده كده بشكل مباشر. ده مصطلح ال anonymous object. تمام.